لو جينا بصينا على اكتر الاشرار المحبوبه في دراجون بول، انا متاكد ان جوكو بلاك من اول الاشرار دول في الترتيب، وتقريبا شخصيته جزء كبير منها كانت شبه شخصيه جوكو نفسه، من ناحيه حب القتال وانه دايما عايز قوته تزيد وعايز اخصام اقوياء. طب تفتكر كان ايه اللي هيحصل لو كان الشعور ده اتملك من جوكو بلاك، وبدل ما كان عايز يخلص على كل البشر بقى عايز يزيد قوته ويحارب ناس اقوى منه اغلب الوقت، وبقى هو ده هدفه الاساسي في الحياه وخطته اتغيرت. في فيديو النهارده بقى هنتكلم عن يا ترى كان ايه اللي هيحصل لو جوكو بلاك كمل في الطريق ده ومع الوقت بقى حد طيب زي ما حصل مع فيجيتا كده مثلا. تبدا قصتنا لما جوكو بلاك سافر بالزمن وقتل جواسو اللي زاماسو كان شغال معاه، وهنا زاماسو بدا يشوف احلامه بتتحقق قدامه لاول مره، وطبعا هنا بيروس كان هو كمان مات، فما بقاش في حد يقدر يوقفه، وفي ناس ممكن تقول ماويس يقدر عليه. لو تفتكر المساعدين ما يقدروش يتدخلوا بشكل مباشر في مصير الاكوان او الكواكب، او دي هتكون نهايه المساعد اللي هيعمل كده على ايد الدايشنكان نفسه، زي ما حصل مع ميروس كده في ارك مورو في المانجا. والارك ده بالمناسبه عاملين عنه حلقه ممكن تشوفها لو حابب، بس ما علينا، نرجع لموضوعنا. جوكو بلاك مع الوقت بدا يلاحظ ان لما يقضي على كل الناس اللي في نظره مخطئين، اللي هم في الاغلب اي حد يقف قدامه قدام خطته كده، مفيش حد هيبقى ان جوكو بلاك نفسه او يكون عنده هدف يوصل له في الحياه، زي مثلا انه يفضل يزيد من قوته، وكده الحياه هتبقى ممله، هيكون مسيطر على الكون بس يكون فارغ مفهوش اي حاجه غيره. وفي اللحظه دي تقدر تقول اللي مسؤول عن الكلام ده جوه شخصيه بلاك هي شخصيه جوكو اللي هو اخد جسمه. ولما رجع جوكو وفيجيتا عشان يواجهوا بلاك وزاماسو تاني، المره دي بلاك قلب على زاماسو وقال لجوكو وفيجيتا مستنيين ايه، دي فرصتنا عشان نخلص عليه. طبعا جوكو وفيجيتا ما فهموش في ايه بيحصل، بس قالوا قشطه يعني الفرصه جت مش هنسيبها. وهنا كانوا عاملين حسابهم على حركه المفوبه بتاعه مستر روشي، وختموا زاماسو جوه البرطمان. ولما جوكو وفيجيتا سالوا بلاك عملت ليه كده، قال لهم انتوا عارفين اجسام الساينز دايما عايزه تخوض قتالات، ولو نفذت خطتي هقضي على جميع اشكال الحياه، وبكده مش هلاقي حد نفسه. وهنا ترانكس اتدخل وقال لهم انتوا بتعملوا ايه، ده قتل امي، ازاي هتسيبوه يفلت باللي عمله ده، وازاي هتسامحوه اصلا. هنا بلاك بص لترانكس ورفع صباعه اللي فيه خاتم الزمن، ورجع للحظه اللي سرق فيها الخاتم ده وبدله بخاتم تاني بتاع خط زمني تاني، واللحظه اللي عمل فيها كده كل حاجه رجعت لطبيعتها في الخط الزمني بتاع ترانكس، واستعمل الخاتم تاني وراح للخط الزمني في السوبر دراجون بول لسه موجوده، لانه كان دمر اللي موجوده في الخط الزمني اللي هو فيه، واتمنى ان كل الناس اللي خلص عليهم ترجع للحياه من تاني. وسلم زاماسو المختوم لبيروس وحكى له كل حاجه حصلت بسببه. وهنا بيروس يقرب من بلاك وهو متنرفز ومش مصدق ان قلبه اتغير ومش عايز يدمر كل حاجه حواليه، ورفع ايده ووجهها لبلاك وعمل له هاكاي. بس الغريبه ان بلاك ما حصلهوش حاجه، واتفاجئ ان بيروس دمر خاتم الزمن وحلق البطاره اللي هو لابسهم وبس، لكن بلاك نفسه كان سليم. وهنا بلاك سأل بيروس انت ليه عملت كده، ويس رد عليه وقال له طالما انت في خط زمني اللورد بيروس مسيطر عليه يبقى انت تحت تصرف بيروس، ومش مسموح لك تخرج بره الخط الزمني ده غير بإرادة بيروس شخصيا. ده لو كان عاجبك، لو مش عاجبك انت عارف كويس بيروس ممكن يعمل فيك ايه. ومش بس كده، بيروس دمر لبولما كمان آلة الزمن وقال لهم انا اتخنقت من انكم بتعرفوا تتحركوا بين الازمان براحتكم، ودي ميزة عند الحكام والمساعدين بس، واي حد هيفكر يعمل كده تاني هتكون نهايته على ايدي. والوقت يعدي وكانت الارض في سلام فترة كبيرة، بس في الفترة الكبيرة دي جوكو وبلاك وفيجيتا استغلوها عشان يتمرنوا مع بعض، وفعلا كلهم استفادوا من التمرين ده، والتفوق اللي كان عند بلاك على جوكو وفيجيتا ما بقاش موجود تقريبا. ده غير ان وجود بلاك نفعهم كلهم، هو كبلاك شخصيا وجوكو وفيجيتا كلهم وصلوا لمستوى جديد من القوة. ويعدي الوقت وتيجي بطولة الاكوان، وهنا حصل حبة تغيرات في الفريق اللي كلنا عارفينه. كالعادة بو نام، بس المرة دي اخدوا مكانه مستر روشي، المرة دي ما فكروش في استدعاء فريزا من تاني لان جوكو بلاك موجود المرة دي. ولو اخدت رأيي انا شايف الفريق بتاع الكون السابع كده اقوى بكتير وكتير جدا كمان، في 3 ساينز هم الاقوى تقريبا في السلسلة كلها، 2 جوكو وواحد فيجيتا. حاسس اني بطلب سندوتشات من مطعم سوري هي. ويجي وقت بطولة الاكوان وبلاك وهو
وهو في الحلبة فضل يبص يمين وشمال، لقى كل الناس ضعيفة فخاب ظنه في البطولة دي واتضايق لحد وصول الكون ال11 واخد باله على طول من قوة توبو وجيرين. وهنا بدأ يحس بالحماس بان في ناس قوية واخيرا هيقاتلهم بجد ومش بس تدريب زي اللي بيحصل بينه وبين جوكو وفيجيتا. البطولة بدأت وفيجيتا بدأ يسخن بانه يختار الناس الضعيفة ويطلعها بره البطولة، وفي نفس الوقت بلاك وجوكو كانوا عايزين يوصلوا لجيرين وتوبو، لكن يظهر لهم الثلاث ذئاب بتوع الكون التاسع. وهنا جوكو وبلاك اتحولوا لاقوى تحولاتهم وادوهم كاميهاميها مزدوجة، جوكو بالتحول الازرق وبلاك بالتحول الروز. وهنا قضوا على الكون التاسع تماما ويبقى اول كون يتمحي من الوجود في البطولة. اغلب الحكام والقائم موجودين اتفاجئوا من الكي بتاعت بلاك لانها عكس كي جوكو، مش كي ساينز مخلوطة بكي الحكام مثلا، لا هي اصلا كي حكام 100%. واكتر حد اتصدم هو جواسو اللي كان زامسو شغال معاه، لانه حس ان الكي دي بتاعت زامسو، فازاي الشخص اللي شبه جوكو ده واسمه بلاك عنده نفس كي زامسو، لكن طبعا اقوى منها بكتير. والاحداث تمشي زي ما مشت في الانمي لحد ما جوكو وصل لجيرين وفشل قدامه بكل تحولاته وتقنياته، حتى مع استخدام الكايوكن مع التحول الازرق، لحد ما استعمل الجينكي داما وتحول بسببها للغريزة. وهنا بلاك كان بيفرج وزاد حماسه وكان عايز يقاتل جوكو لانه حس الكي بتاعته بقت زي كي مساعدين. وزي ما قلت لك في بداية القصة اللي خلى بلاك حابب انه يكون طيب حبه للقتالات القوية، وانه مع جوكو وفيجيتا هيفضل دايما يخوض قتالات كده، حتى لو ما بقاش في اشرار يواجهوهم هيقدر دايما يواجه جوكو وفيجيتا في التمرين. في اللي حسه من كي الغريزة ولع حماسه وخلاه عايز يشارك في القتال حالا. جوكو زي احداث الانمي بالظبط، وقت الغريزة بتاعه يخلص ويفيص بسرعة، والمرة دي بقى بلاك اللي اداله جزء من الكي بتاعته مش فريزا. وبعدها بلاك حس ان هيت عامل ازعاج، وبما ان ده جسم جوكو من خط زمني اخر وكان في الخط الزمني ده بعد بطولة الاكوان، فهو جسمه فاكر هيت كويس وعايز ينتقم منه، فوقف قدامه وهجم عليه وبدأ اول قتال حقيقي لبلاك في بطولة الاكوان. هيت في الاول كان متقدم عليه بقفزة الزمن، لكن في استخدامه الثالث للقفزة دي لقى بلاك سبقه ومسكه وعملوا شاورما وطردوا على طول بره الحلبة. وبلاك قال لهيت كنت سايب لك اول ضربتين بس كده عشان اوريك الفرق بينا وعشان تعرف الفرق بينا بقى قد ايه، انت مجرد حشرة ما بتعرفش تعمل حاجة غير القفز من الزمن لمدة ثواني كمان، هو ده اخرك. وهنا بلاك بدأ يحس فعلا انه وصل لمستوى من القوة مش طبيعي، وثقته في نفسه زادت عن اي وقت قبل كده. ويعدي الوقت ويشوف جوكو بيتحول للغريزة من تاني، لكن المرة دي كان قدام كفلة مش قدام جيرين، وده خلى خلايا الساينز جوه بلاك بتغلي، لان زي ما قلت لك جسم جوكو اللي مع بلاك هو واخده من المستقبل بعد بطولة الاكوان، ففي الاغلب يقدر هو كمان يوصل للغريزة بس لسه مش عارف ازاي. ففضل يتفرج على القتال بين جوكو وكفلة ويحاول يدرس تحركات الغريزة، لان اكيد هو كمان يقدر يوصل لها بس لسه مش عارف ازاي بالظبط. وتمشي الاحداث زي الانمي تقريبا، واعضاء الكون الثالث يندمجوا ويظهر لنا اندماج اني روزا الآلي العملاق. وهنا الكون السابع كله اتجمع عشان يهاجموه كلهم مع بعض، ولكن بلاك يظهر قدامهم ويقول لهم سيبوا لنا الطلعه دي هخلص عليه ولوحدي، ويقف قدام اني روزا ويقول له عمرك واجهت حاكم قبل كده؟ فاني روزا يغضب ويقول له انت فاكر نفسك مين عشان تقول على نفسك كده؟ ويبدا اني روزا يهجم على بلاك، لكن بلاك ما يتحركش من مكانه ويقف مغمض عينه، وفي اخر لحظه من الهجوم بلاك يختفي ويظهر ورا اني روزا، وكل ده كان قافل عينه لسه، واللحظه اللي فتح فيها عينه كان لونها رصاصي وكان حواليه الهاله بتاعت الغريزه الفائقه. لكن ما ننساش ان دي لسه العلامه الاوليه للغريزه مش الغريزه الكامله او الغريزه الحقيقيه. ايوه بلاك من الفرجه على جوكو بس عرف يوصل لها اثناء القتال، وفي ثواني خلص على اني روزا في لمح البصر. وهنا بص لجوكو وقال له انا هتحكم في الغريزه احسن منك وهسبقك كمان في طريقها، وهنشوف مين فينا هيكون الاقوى. فمش بس بلاك الكي بتاعته نفس كي الحكام بالظبط، لا ده كمان بقى عنده قدرة يتحكم في كي المساعدين. وهنا صدمة حكام الدمار اللي موجودين زادت اكتر، وكله قاعد يسأل بيروس مين ده؟ جبته منين؟ وازاي اصلا عنده الطاقتين بتاعت الحكام والمساعدين؟ والاسئلة تكتر، لكن البطولة كانت لسه شغالة، وكان كل اللي باقي 3 من الكون ال11 هم توبو وجيرين وديسبو، وباقي محاربين الكون السابع. وهنا فيجيتا يدخل على توبو لانه كان مش طايقه وشاف ان هي دي فرصته ياخد حقه
حقه منه. وجوهان و17 و18 دخلوا على ديسبو اللي هو الارنب اللي شبه بيروس. وهنا يجي المواجهه المنتظره، بلاك يروح على جيرين وهو في وضع العلامه الاوليه للغريزه، لكن غريزه بلاك كانت احسن من جوكو لانه اتفرج على جوكو كتير وهو بيستعملها. وهنا جوكو بدأ يحس بالغيره وقال طالما بلاك بيعرف يستعملها احسن مني انا مش اقل منه، احنا اصلا نفس الشخص تقريبا. وهنا جوكو يغمض عينه ويحاول يحاكي بعقله اللي بلاك بيعمله بالعلامه الاوليه للغريزه، والمره دي فكر في اصحابه والناس اللي واثقه فيه وانه لو خسر هو وهم زينو هيمحيهم وانه لازم يحميهم. وهنا جوكو يفتح عينه وهو في وضع العلامه للغريزه. وهنا ديسبو كان لسه مطلع 18 بره الحلبه، وكده بقى قدامه جوهان و17 بس. فجوكو قال يلحقهم وفي نفس الوقت يجرب الغريزه من تاني، وبدون ما يتردد ثانيه يهجم على ديسبو، وحرفيا مع اول ضربه خلص على ديسبو بدون ما ديسبو يشوف ايه اللي حصل اصلا، مع ان ديسبو فائق السرعه لكن طبعا سرعه الغريزه ما تقارنش باي حاجه. وهنا جوكو بدا يفكر ان القوه دي ممكن تكون كافيه انه يخلص على جيرين ويخلص عليه زي ما عمل مع ديسبو بدون ما اصلا جيرين يشوف ايه اللي حصل. وهنا جوكو راح يساعد بلاك قدام جيرين، وكده بقوا 2 بالعلامه الاوليه للغريزه ضد جيرين، و17 وجوهان راحوا يساعدوا فيجيتا قدام توبو. وهنا توبو يتحول لتحول الحكام ويلعب بالثلاثه حرفيا، وقال لهم ان اللي بيعملوه ده زي قلته، هما الثلاثه ولا حاجه قدامه. وهنا فيجيتا يتنرفز ويتحول للتحول الازرق المثالي ويطلب من 17 وجوهان يقللوا من حركه توبو، واداله واحده فاينل فلاش طلعته بره الحلبه. وهنا جوهان وفيجيتا حسوا ان البطوله واحداثها سحبت من طاقتهم كتير، فقرروا ان هم يريحوا شويه، يمكن جوكو وبلاك يحتاجوهم في اي حاجه. وهنا جيرين كان بيعاني قدام جوكو بلاك وجوكو نفسه وهم في وضع العلامه للغريزه، لانه دلوقتي يعتبر بيواجه 2 مساعدين. هو 2 مساعدين على قدهم شويه مقارنه بمستوى المساعدين الحقيقيين، بس بيعرفوا يتحكموا في طاقه المساعدين برضه، وده شيء مش شويه. وهنا جيرين يلاقي ان ما قدمهوش اي حلول غير انه يستعمل كل قوته اللي كان خافيها. وايوه جيرين كان خافي جزء من قوته لسه، ولحظه ما جيرين رفع الكي بتاعته من قوتها طير جوكو وبلاك بعيد، وكل ده هو رفع من طاقته بس لسه ما هاجمهمش. وهم طايرين ضرب الاتنين بطلق كي بقوته الكامله، وهنا الاتنين يخرجوا من حاله العلامه الاوليه للغريزه ويرجعوا لطبيعتهم من تاني. وهنا يتدخل جوهان و17 وفيجيتا عشان يشغلوا جيرين بدل ما يطلع الاتنين بره الحلبه ويخسروا، وكده املهم ضد جيرين هيقل كتير. حتى لو هم 3 ضد 1 جيرين لا يستهان بيه. وهنا فيجيتا طلب من جوهان و17 ان هم يعطلوا جيرين شويه، وهو هرب بسرعه وادى جوكو وبلاك جزء من طاقته، بس اداهم جزء بس يساعدهم يرجعوا طاقتهم اسرع، لانه كان عايز ينتقم من جيرين لما استهزأ بفيجيتا في اول البطوله. وهنا فيجيتا يتحول للتحول الازرق المثالي اللي خلص بيه على توبو، وقال لجيرين انا خصمك اللي هيخلص عليك دلوقتي، وجمع كل الطاقه اللي عنده في هجوم فاينل فلاش في كل طاقه تحول فيجيتا الجديد، وضرب بيه جيرين بكل حاجه عنده حرفيا. وفعلا الهجوم ده اثر في جيرين، بس تقدر تقول كده بنسبه 50% بس فيجيتا كان عارف ان ده هيحصل، هو مجرد بيكسب وقت بس لجوكو ولبلاك، وحاول يعمل اي ضرر لجيرين في نفس الوقت يضعفوا بيه شويه، مش مجرد يكسب لهم وقت وبس. وهنا جيرين قام متنرفز واقصى ال3 مع بعض، جوهان و17 وفيجيتا، وبكده يتبقى جيرين وبلاك وجوكو وبس. وجيرين وهو رايح يخلص عليهم يتفاجئ ان الاتنين دخلوا في حاله العلامه للغريزه من تاني. وهنا جيرين عمل نفس اللي عمله من شويه، رفع الكي بتاعته للاخر وحاول يجمع كل طاقته في هجوم واحد بس، وحاول يخلص على الاتنين بالهجوم ده من تاني. وهنا للحظه جيرين اتفاجئ وبدا يخاف، لانه بعد ما رفع طاقته لاقصى حدودها لاحظ ان الاتنين واقفين مكانهم وما اتحركوش، وكانوا قافلين عينيهم وطاقتهم زادت بشكل مش طبيعي، والاتنين يفتحوا عينيهم وهم في حاله الغريزه بكامل طاقتها. هنا الاتنين بحركه واحده بس قضوا على جيرين واقصوه بره الحلبه في لمح البصر. وهنا الكون السابع يفوز ببطوله الاكوان، والفضل بشكل كبير يرجع
نرجع للغريزة ولتحدي جوكو بلاك لجوكو نفسه، وان مين فيهم هيتطور اسرع. انت بقى ايه رأيك في الاحداث دي؟ وتفتكر لو بلاك كان بقى طيب كان ايه اللي هيحصل يا ترى؟ قول لي بقى في الكومنتات. ولو بتحب نوعية الفيديوهات دي، كنت لسه عامل فيديو عن ايه اللي هيحصل لو كان برولي في بطولة الاكوان، ممكن تروح تشوفه لو حابب. وعندي سلسلة عن مقدار قوة الشخصيات ممكن تشوفها برضو لو بتحب نوع المحتوى ده. عملنا مقدار قوة بيروس، ومقدار قوة مورو، ومقدار قوة بلاك فريزا، ومقدار قوة برولي كمان، وغيرهم بقى ناس كتير. وبكده الفيديو يكون خلص. متنساش بقى الاشتراك وتفعل الجرس واللايك، وبس كده. سلام. هي